موز. تحياتي. السلام عليكم مشاهدينا الاعزاء، تحيه طيبه. متواجدون الان بملعب البشير بمدينه المحمديه، وبالخصوص بمقر النادي فريق شباب المحمديه. كما كتشوفوا معنا في الصوره كل لاعبي فريق شباب المحمديه ذكورا واناث، وكذلك فريق كره القدم للصالات، يعني كلهم متواجدون الان. وكما كتشوفوا معنا في الصوره يعني هناك استياء، وكذلك كما ترون يعني قدوم الرئيس فريق شباب المحمديه اسامه الناصري. خويا كما كتشوفوا يعني تجمهر لكل لاعبي فريق شباب المحمديه، وذلك من اجل يعني كما غنشوفوا في اللافته بارطاجي. ورينا خونا اجي قربوا لي اجي بغا يتخلص لا شاف. صار بخير. السلام عليكم. يعني ماشي مزيان. يعني تزامنا مع لقاء المنتخب الوطني لأقل من 17 سنة اللي غدا تجرى اليوم يعني ملعب البشير بمدينة المحمدية. وقفة احتجاجية للاعبي وأطور وكذلك مدربي فروق ديال شباب المحمدية ذكورا وإناثا. يعني اليوم كنشوفوا أول خروج لفريق شباب المحمديه بكل الاطياف ديالو، يعني بجميع الرياضات ديالو، كره القدم النسويه وكذلك كره القدم يعني الذكوريه، وايضا يعني كره القدم للصالات، يعني كلهم، وكذلك حتى
الاطر ديال الفئات الصغرى اللي تا هما حاضرين تا هما اليوم من اجل انه باش تتم هذه العمليه ديال الاحتجاج. كيف ما كتشوفوا معنا هادو هما اللاعبين ديال فريق شباب المحمديه. المنح لا تشرف لشخص الرئيس بل لاجل الفريق، يعني هذا هو الميساج اللي مكتوب. منع المنح على شباب المحمديه جريمه متكامله الاركان. قرار اعدام الفريق اخذ داخل مكتب المكاتب المكيفه للمسؤولين الكيل بمكيالين. السياسه الجديده بالمحمديه مليار و300 مليون محتجزه بقرار. هادو هما لي ميساج اللي كاينين هنايا، اللي يعني كيف ما كتشوفوا معنا مشاهدينا الاعزاء في هذه اللحظه هذه، يعني في اليوم اللي غيتقام فيه اللقاء ديال المنتخب الوطني لاقل من 17 سنه، كتجرى هذه الوقفه التنديديه وكذلك والمطالبه برفع المنع وايضا رفع يعني المنح الموجوده داخل جماعه المحمديه وكذلك عماله المحمديه. كما كتشوفوا معنا مشاهدينا الاعزاء، كنتمنوا منكم انكم تبارطاجيو معنا هذا المباشر لقناه المغربيه انفو اللي متواجده دائما في جميع الاحداث داخل مدينه المحمديه وكذلك خارجها. يعني هنا لاول مره بعد سقوط فريق شباب المحمديه الى القسم الوطني الثاني، يعني وبعد كما كنشوفوا معنا يعني عدم صرف المستحقات اللاعبين لمده يعني كبيره هذه، ان اللاعبين ما كيتوصلوش يعني ما كيتوصلوش يعني بالمنح ديالهم ديال كما كنقولوا المنح ديال هذا ديال التعاقد، مازال ما توصلوش بين اللاعبين. زائد على انه هناك مشكل كبير اللي هو مشكل ديال المنح اللي حاليا وصل تقريبا قرب يعني 3 المليار. فريق شباب المحمديه الفريق الكبير، الفريق العريق اللي صراحه كان يضرب له المثل، اليوم عنده مشكل تسييري، مشكل مادي عويص، يعني من بعد ما تمت هذه الديون هذه يعني تراكمت عليه بسبب عدم دفع المستحقات للاعبين. يعني في كيف ما كتشوفوا معنا يعني فريق الاناث حتى هويا قف ولد مو كريم تدوى الرشيديه بقى يدوي فين هو طرطوه يعني اليوم الفريق كيخرج يعني بكل الاطياف ديالو. يعني كما قلنا مسبقا انه الفريق يعني نزل القسم الوطني الثاني من بعد ما يعني كان في القسم الوطني لمده 4 مواسم. اليوم الفريق كينزل يعني بواحد الثقل اللي هو كبير، يعني ثقل مادي اللي تقريبا واصل لواحد 3 المليار.
فهذا يعني شيء كثير على فريق شباب المحمديه، انه باش يتم رفع المنع على الفريق، من اجل انه باش ربما السنه القادمه ان شاء الله الى ترفع المنع، وربما يقدر يرجع يعني القسم الوطني الاول. يعني هنا نداء لكل يعني المسؤولين داخل مدينه المحمديه، من اجل انهم باش يديروا اليد في اليد لانقاذ فريق شباب المحمديه كما تم الانقاذ ديالو يعني مده هذه تقريبا، يعني من بعد ما جاء الرئيس السابق هشام إيتمن. دونك هنا كنتمناو من جميع المسؤولين على الشأن التدبيري بمدينه المحمديه انهم يحاولوا انهم يلقاو حل جذري لمشكل فريق شباب المحمديه. سردوان يعني بعد الموسم شاط صراحه، يعني الفريق اليوم كيخرج يعني بوقفه كنظن على انها موجهه للمسؤولين على ما يعيشه فريق شباب المحمديه اليوم يعني شنو ممكن ان نقول على هذا جل الندوات الصحفيه السابقه كان طلب استنجاد بالناس ديال السلطه والناس المسؤولين على المدينه باش تحركوا بالانقاذ الفريق. كما شاف الجميع باللي الفريق سقط للقسم الثاني، عده اكراهات لا من الناحيه ديالنا حنايا التقنيه كتجلف ما ليتيش لعابه، بزاف ديال الظروف ما كتساعدش باش نخدموا باريحيه. الرساله ديالي قدر غير مفهومه، جل الناس السلطه ولا المسؤولين ديال الفرق اللي كنتنافسوا معاهم كيعاونوهم وكيساندوهم وكيجيو عندهم يعطيوهم لو سوتيان ديالهم. ما خدينا لا سوتيان، ما خدينا لا حاجه معنويه لا ماديه. كتشوف باللي المناح مبلوكين، غير مفهوم هذا الشيء اللي وقع في شباب المحمديه. الرساله ديالنا باللي راه الشباب المحمديه ماشي في شخص رئيس ولا شخص مدرب ولا لعابه، راه فريق كبير عنده المكانه ديالو في الكره الوطنيه. فريق محتاج بالمسانده ديال اي مسؤول كل من الموقع ديالو. يعني كنشوفوا صراحه بجميع المدن اللي كيكون شي فريق يعني كيحتاج يعني الدعم المادي، فكنلقاو العماله، كنلقاو يعني كنلقاو كل شيء كيتعاون مع الفريق. الا بيان سور حنا بعدا كننافسوا في القسم الاول. القسم الاول عندو الا ما عندكش مقومات ديال القسم الاول غادي تسقط. كتشوف باللي المسؤولين على المدن في جميع البطوله الوطنيه باللي كاين لو سوتيا، كاين المسانده كبيره في الفريق ديالهم. كتلقى السلطات ولا المسؤولين الكبار متكتلين حول الفريق. هنايا بالعكس كاين نعيشوا تفريقه، الجمهور في جهه، المكتب في جهه، المسؤولين ديال المدينه في جهه، والحاله النتيجه راه من الصيف هي باينه، من الصيف هي باينه، كلشي متفرق. الفريق كيعيش عده امور ما نقدرش نقولها بزاف حيت انت كمدرب اسمح لي الاخ خابه اللي مسؤولين الا ما ساندوش هاد الوليدات ولاد المحمديه وهاد الناس اللي كيسترزقوا بالفريق،
الناس راه كتخلص من الفرقه، راه ما عندهاش شي دخل اخر ولا شي حاجه. الناس الحب الفريق كاين موجود، ولكن ما كاينش مسانده من الناس مسؤولين، حيت كلشي كيعيش في فريقه. ما عرفناش هادشي غير مفهوم صراحه. انا ولد الفرقه وعندي مده مع الفرقه، ما عمري عشت هاد السيتياسيون ديال هاد العام، حيت شيء غير مفهوم. ما غاديش حيت الناس مسؤولين هما اللي عندهم الاجابه ديال الشيء. بالنسبه لي يعني الفريق شباب المحمديه كل سنه كان يقاوم على يعني انه ما ينزلش يعني القسم الوطني الثاني، ولكن هذه السنه يعني بالطريقه الماليه ديالو وكذلك يعني عدم جلب يعني اللاعبين الكبار اللي يقدروا مثلا يدفعوا في الفريق قدام. انت كيفاش عشتي هذه السنه هذه؟ حنايا عشنا اكراهات كبيره، عندنا عده صعوبات، بزاف ديال الصعوبات تختزل بشكل كبير. حاولنا ناخذوا التحدي، واخا هو تحدي صعيب. حاولنا نجمعوا الفريق، حاولنا بالمكونات ديالنا، بالعناصر الشابه، بولاد الفرقه كيف كيقولوا. ولكن هادشي ما كافيش باش تبقى في القسم الاول، حيت كننافسوا مع فرق كل متكتل، عندها لو بيدجي صحاح، عندها لوجيستيك مزيان، عندها لعابه مزيانين، وحنايا باقيين مضاربين مع المنحه ومضاربين مع شي حوايج اللي بساط في كره القدم ما يمكنش ننافسوا مع فرق كبار. وبالنسبه للاعبين كيفاش كانوا كيتخلصوا يعني كانوا كيتخلصوا كل شهر؟ كيفاش كانوا كيقدروا مثلا واش كان شي صالير، واش كان شي حاجه؟ حنا تخلصنا غير مؤخرا من الجامعه. مشكورين الناس ديال الجامعه اللي لقينا السوتيان ديالنا منهم، ساندونا. مشكور رئيس الجامعه فوزي الإقجاع ولا رئيس العصبه سي بلقشور. ولكن الناس ديال السلطه هنايا في المدينه ما لقيناش لو سوتيان ديالنا، ما حتى واحد ما ساندنا. ما عرفناش هادشي كيفاش، غير مفهوم باللي الفريق ضاع ومازال غيضيع، وقدروا هادشي غادي وكيكثر حيت الناس في سبات عامر. دونك يعني نتوما دائما كطالبوا بتسويه يعني المبالغ العالقه يعني لا في العمليات المحمديه وكذلك في جامعه المحمديه. غير واحد السؤال اللي كيطرح نفسه السي الدردوري، هو انه الشباب المحمدي يعني سابقا كان كياخذ المنحه ديالو ديال الجامعه، كان كياخذ شهر واحد، وهذه السنه هذه الى حدود شهر ابريل ومازال المنحه ما تصرفاتش على الفريق. دابا انا نرجع لك السؤال ديالك، علاش بالضبط هذه السنه ما خديناش المنحه، والسنه اللي الفريق خدينا، اللي قبل منها عاوتاني خدينا. علاش بالضروره هذه السنه ما خديناش المنحه ديالنا اللي المفروض ديالها شهر واحد كتخاد ومبلغ محترم يقدر يعين هذا الفريق ويعين المكونات ديالو. جميع المكونات محتاجه للماده، باللي كنشوفوا باللي الكره في هذا العصر هذا 2025 راه ما كانش عندك الماده، راه غادي تاكل العصا كيف كيقولوا بالدارجه، وغادي تسقط وغتبقى تسقط في جميع الاقسام. شكرا. محشومه صاحبي والله لا عيب. لا خليه
كيف ما كتشوفوا الاخوان اللافتات ديال المنح ما كتطرفش، كيف ما كتشوفوا ديال الشباب المحمديه بصراحه. هادشي كيحز في القلب الاخوان بالنسبه للنادي عريق في مدينه المحمديه اللي هو شباب المحمديه. كتدهور الحاله ديالو. كيف ما الاخوان كيقولوا، لا كيف ما كيقول الرئيس، يعني المنح دازوا هذا العام هذا ما تعطاش. زمان خليكم معنا مشاهدينا الاعزاء، غادي ناخذوا تصريح مع رئيس فريق شباب المحمديه اسامه الناصري حول هذه الوقفه اللي دارت اليوم من اجل انها كما شفتوا ان يطالبون يعني فك العزله على فريق شباب المحمديه. وايضا بلاتي عايدين معك الاجتماع بلاتي الرئيس جا هضر معنا ولا ساندنا ولا حاجه يدوي حاجه ديال الناس لعابه يعني كما قلنا لكم اخواني اخواتي، معنا رئيس فريق شباب المحمديه اسامه الناصري. السلام عليكم. وعليكم السلام. اليوم يعني فريق شباب المحمديه والمكونات ديالو كاملين كيديروا واحد الوقفه، يعني يطالبون بماذا؟ يطالبون بالمستحقات ديالهم اللي هاد الناس هادو عام ونص هما صابرين معنا على وجهنا، ولكن طفح الكيل. اذا اليوم الناس كدوي على حقها، حق مشروع اللي كذلك حنا كمسؤولين على هذا الفريق راه حنا عام ونص وحنا كنسيروا كندبروا السير اليومي ديالنا. راه كيف ما كتشوف مدربين ديال لاجون، كتشوف مدربين ديال كرة القدم داخل القاعه ولا النسويه ولا هذا. اذا اليوم هاد الناس عياو كيف ما حنا عيينا. اذا اليوم حنا كنتسناو منح تدخل من عند جهات رسميه وجهات اللي داعمه، وهاد المنح اسم شباب المحمديه وما غيعطيهاش شي واحد من جيبو. هادو منح ديال الدوله عاطيه لك القانون الشريف ديالي. اذا كمنحه ديال المجلس البلدي هذه 3 سنوات اللي كاين انا عبد ربي رئيس، راه كانت كتخاد في جونفي. علاش هذا العام بالضبط ما تعطاتش؟ دابا اللي حنا في شهر ابريل. شو السبب؟ هو السبب راه ما باين. علاش؟ شنو هو السبب؟ شنو؟ والله اعلم. اذا كاينها غايه في نفس يعقوب. علاش كانت كتعطى في جونفي ودابا ما تعطاتش؟ شنو هو السؤال؟ يعني الى حدود الساعه يعني دقيتي البيبان وسولتي؟ راه حنا كندقوا البيبان هذه عام ونص استخابه وانت راك لا غير على المنحه دابا ديال الجماعات. راه حنا دقينا البيبان وكيقول لك اليوم غدا اليوم الغدا وكيتسبوا بشي اسباب اللي ما كايناش. اذا كاينه حرب، هاد الحرب خصها تخرج للوجود. انا الا كنت كنتحارب معاك خابر غنخرج للوجود، غنقول لك انا كنتحارب معاك. اذا باش نبقاو في المكاتب المكيفه وكنديروا حروب بالمناطق، لا، خرج معايا للارض الواقع ومرحبا والف مرحبا ونشوف اللي عليك واللي عليا انا. واش درتي انت واش درت انا؟ واش اسامه كتشوف يعني حرب مع اسامه الناصري؟ كاين حرب مع شباب المحمديه. اسامه الناصري راه رئيس شباب محمديه. لا ولكن دابا حنا الاغلبيه اللي كنشوفوا انه سي خطا. الا كاينه حرب مرحبا والف مرحبا، جيت تحارب معايا انت. ولكن راه ما كاين حتى شي واحد في الساحه اللي غيتحارب مع اسامه الناصري. كنقلب الساحه اكوش درت كنلقى والو، كنلقاو بعض الشرديمه اللي كتعاير. هذاك الشيء ماشي مشكل، هادشي راه كاين في كره القدم. ولكن شي واحد اللي كيقول لك انا كنحارب على قبل باش ناخذ المنصب ديال رئيس شباب محمديه، مرحبا بي. علاش غتحارب معايا؟ تجي دابا نعطيوه لك.
انت علاش غتحارب معايا؟ اذا كاين المشكل. شوف ما نبقاوش ندوروا على ظهر اسامه ولا كاين مشكل في مدينه المحمديه، كاين مشكل ديال اقبال الرياضه في مدينه المحمديه، كاين مشكل ديال شباب المحمديه خصها تمسح. شكون هما الناس اللي باغيين هادشي؟ راه هما الاسباب اللي ورا هادشي. دونك سي اسامه، يعني كنا دائما في الخرجات ديالك كنتي كتقول على انه كان التسيير ديالك انت كيكون يعني تسيير ذاتي. اليوم واش اللاعبين باقي كيتسالوا شي حاجه غير في هذوك لي صالير مثلا؟ كيتسالوا، راه المدربين ديال الجو راه كيتسالوا، راه الناس راه كتموت الناس. حتى حنا كنلقاو حلول مع الجامعه خلصوا 2 موا صالير، ولكن الناس مازال كتسال. واش كاين غير راه كاين لي بريمسيات، راه كاين هاد المدربين راه كيتسالوا 3 سنين. هاد المدربين اللي كيتسالوا من العهد السابق راه كيتسالوا هاد الناس هادو، ما غيقولوا لك مدربين ديال فئات صغرى. اذا انا تحملت المسؤوليه، ولكن فوق طاقتك لا تلام. هادشي اللي كاين. جمعوا هاد الاخوان، نهضروا معاهم ان كاينه تظاهره افريقيه، ما يمكنش لينا نشوهوا بلادنا ونشوهوا الصوره ديال بلادنا. نهضروا معاهم ونطلبوهم الا بغاو يديروا بوجه. شكرا سي اسامه. كما شفتوا معنا اخواني اخواتي، يعني كانت كلمه للسيد رئيس الفريق وكذلك كلمه لمدرب الفريق رضوان الطرطوري حول هذه الوقفه. الى هنا اخواني اخواتي، استودعكم الله والى الملتقى.